اولا وقبل ما ابدا احب اهنئكم جميعا بعيد الاضحى المبارك، اللهم اعده علينا بالخير واليمن والبركات. ونبدا الفيلم، وقصتنا بتبتدي في القطب الشمالي، وسانتا كلوز بيحضر هدايا العيد، ويتفاجئ بالمساعد بتاعه داخل عليه وبيقول له ان في حاجه غريبه بتحصل، وكرة الاطفال المؤمنين بالحراس عليها هاله غريبه، ولما بيخرج بيشوف الانوار بتقل وبتختفي، معنى كده ان الاطفال ما بقتش تؤمن بيه وبيفقدوا ايمانهم. ويظهر ضوء اسود ويكتشف ان البعبع رجع، ويبعت رساله للحراس وهم ارنب شم النسيم وجنيه الاسنان وساندي اللي بيخلينا نحلم باحلام جميله، وبيقول لهم ان الاطفال في خطر ولازم نتجمع عشان نواجه الخطر ده. وبيتجمعوا عند سانتا بيقول لهم ان شاكك ان البعبع عايز يرجع تاني ويخلي الاطفال تفقد ايمانها بينا. وساندي عشان ما بيعرفش يتكلم شاور لهم على القمر عشان يسالوه، وهم مقتنعين ان القمر عليه شخص بيساعدهم. وسالوا رجل القمر قال لهم ان فعلا البعبع بيحضر حاجه وعايز يرجع، ورشح لهم حارس جديد عشان يساعدهم في التغلب على البعبع وهو جاك فورست. وهم ما كانوش مقتنعين بيه عشان هو مستهتر ومكبر دماغه وبيحب اللعب وبس. وبعدها بنروح على جاك وهو بيلعب بالتلج وقوته انه بيقدر يتحكم في التلج، بس عشان مفيش حد مؤمن بيه محدش بيقدر يشوفه. وكان بيتفرج على الاولاد بيلعبوا في الشارع، وواحد فيهم بيقول ان ارنب شم النسيم مش حقيقي، والتاني اسمه جيمي بيرد عليه وبيقول له لا حقيقي وانا مؤمن بده. وجاك بيضحك عشان متاكد ان هو موجود، ووالده جيمي بتنده عليه وبتقول له خد الايس كاب ده بدل ما جاك فورست يجيب لك برد. وسالها قال لها مين جاك ده؟ قالت له ان دوت مصطلح بنقوله وبيرمز للبرد. وجاك ابتدى يلعب معاهم ويحدف عليهم كور تلج، وخد جيمي يلعب معاه في المدينه كلها. وبعدها جيمي وقع وكسر سنته، ولما روح البيت كان فرحان جدا وان جنيه الاسنان هتيجي وتسيب له فلوس تحت المخده. وبعدها ساندي كان بيوزع الاحلام على الاطفال، وظهر البعبع ودخل في حلم طفله وحوله لكابوس، واستغل خوفها عشان يكون جيش من الخوف والكوابيس. وجاك شاف حاجه غريبه بتتحرك، ولما راح لها اكتشف انه الارنب، وقال له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له احنا محتاجينك. وراحوا خاطفينه ودخلوا بلوره سحريه وراحوا على القطب الشمالي، وكان سانتا مستنيهم وقال له احنا محتاجينك عشان تكون الحارس الجديد معانا. واشعلوا مشاعل وشغلوا غير العصفورة، وهو قال لهم انا مش موافق. مين قال ان انا عاوز ابقى حارس؟ ومساعد سانتا قال له ان على ابو شكلك ومشي. وبعدها قال لهم انتوا بيكون عندكم مواعيد ومضطرين تلتزموا بيها، لكن انا عايز ابقى حر العب وافرح براحتي. وسانتا قال له ان كل ضوء على الخريطه ديت بتمثل طفل مؤمن، واحنا بدورنا لازم نحميهم من البعبع. قال لهم يبقى دوت سبب اقوى انكم تختاروا حد غيري. قال لهم مش احنا اللي اخترناك، ده رجل القمر. وجاك برضو كان رافض، وسانتا بعدها خده ودخلوا اوضه وقال له معنى ان الرجل القمر يختارك ان في نقاء في قلبك، وجاب له لعبه محتفظ بيها وقال له ان دوت شكلي من بره ضخم ومخيف، بس لو عرفتني اكتر هتعرف ان انا غامض ومن جوايا شجاع وبحب الناس كلها، وفي القلب هتشوف طفل بيحب العالم كله. دور جواك وشوف الخير اللي جواك. وبعدها الارنب بيجوا بيقول لهم ان البعبع هجم على مملكه الجنيات، وبياخدوا زلاجه سانتا وبيروحوا كلهم على مملكه الجنيات. بس لما وصلوا لقى الكوابيس بتهاجم الجنيات وحاولوا يمنعوهم، وقابلوا توس ملكه الجنيات وقالت لهم ان البعبع خطف الجنيات الصغيره كلها وخد كل اسنان الاطفال اللي موجوده. وبعدها ظهر لهم البعبع وقال له انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم انا عاوز الناس تؤمن بيا وترجع الناس تخاف مني زي الاول. وقال لهم ان الاطفال هتفقد ايمانها بيكم، وجنيه الاسنان عشان مش تقدر تلم اسنان الاطفال هتفقد ايمانها بيها وبعديها هتختفي. وجنيه الاسنان ابتدت تحس انها بتضعف عشان الاطفال ما بقتش تؤمن بيها زي الاول. وبعدها البعبع بيمشي ويسيبهم، وهم بيفكروا ويقرروا انهم يساعدوها ويلموا الاسنان مكان الجنيات بتاعتها، وعشان الاطفال ما تفقدش الامل فيها. وابتدوا يجمعوا الاسنان ويتنافسوا مين اللي هيجمع اكتر، وبيعملوا مقالب في بعض وبيستمتعوا. وراحوا يفرحوا توس وقالوا له احنا لمينا لك كل السنان اللي موجوده. قالت لهم انا كنت متاكده انكم هتساعدوني واكيد سبتوا هدايا حلوه للاطفال صح؟ بصوا لها وقالوا لها والنعمه نسينا. وبعدها رجعوا يوزعوا الهدايا وراحوا عند جيمي ياخدوا اسنانه ويبدلوها بفلوس. بس جيمي بيصحى وبيشوفهم كلهم ما عدا جاك عشان مش مؤمن بيه، وارنب شم النسيم بيقول لساندي نيمه. وبعدها ساندي جه ينيمه، كلب جيمي بيصحى وبيطاردهم في الاوضه كلها، وساندي غصب عنه بينيمهم كلهم ما عدا جاك. وجاك بيشوف من بره كوابيس البعبع في المكان وبيطلب من ساندي انهم يتحركوا ويهاجموهم، وهم ماشيين وراهم بيظهر لهم البعبع، وبيطلع ان دوت كمين من البعبع عشان كان عاوز يوصل لساندي. وبعدها بقى الحراس بيوصلوا وهم نايمين على نفسهم حرفيا، وساندي وجاك بيحاولوا يمنعوه، بس هو كان عاوز يتخلص من ساندي عشان ما يزرعش احلام عن الحراس في عقول الاطفال ويتمسحوا من حياتهم، ويقدر يزرع الكوابيس في احلام الاطفال بدل الاحلام السعيده اللي كان بيوزعها ساندي. وبعدها بيقتل ساندي، وجاك هجم عليه بكل قوته بس ما قدرش يموته، والبعبع بعدها بيهرب. وهم كانوا زعلانين على موت ساندي،
بس لازم يكملوا. وعيد شم النسيم كان تاني يوم، وكلهم هيساعدوا الأرنب عشان الأطفال تؤمن بوجودهم من تاني. وفعلا راحوا معاه ووصلوا على أرض عيد شم النسيم، واتفاجئوا إن في حد موجود هناك. وطلعت صوفي أخت جيمي الصغيرة، وجت عن طريق كرة سحرية لقيتها لما سانتا أغمى عليه. وتوس قالت أنا هعرف أتصرف معاها، وقالت لها بصي يا حبيبتي معايا إيه؟ سنان مكسورة وعليها دم ومخلوعة من اللسة، شايفة الجمال؟ وبعدها البنت اتسرعت، وجاك خدها عشان يروحها لأهلها. وهو خارج من عندها سمع صوت بيندهله ومشي وراه لحد لما وصل مكان لقى الجنيات الصغيرة، وظهر له ببعبع واداله سنانه لما كان صغير عشان فيها ذكرياته قبل ما يتحول لجاك فورست. والبعبع خرجه من المكان وبعته على أرض شم النسيم، بس لما وصل كان المكان كله متدمر وبدأ عيد شم النسيم كله متكسر. ولما وصل لهم شافوا معاه الأسنان وعرفوا إنه خانهم واتفق مع البعبع، وعشان كده مرجعش يساعدهم لما البعبع هجم عليهم وقال له انت لازم تمشي، مش محتاجين مساعدتك. وراح عشان ينتقم من البعبع، ولما قابله البعبع حاول يقنعه ينضم ليه، وهو رفض وحاول يقتله. وطلع جنية الأسنان الصغيرة وقال له سلمني العصاية بتاعتك لإلا هقتلها، والعصاية ديت هي مصدر قوته. وحدفه في حفرة وكسر العصاية. وبعدها جاك بيفوق وتكون ذكرياته بتنور في جيبه، ولما بيفتحها بيشوف اخته الصغيرة وهو كان معاها وخارجين يلعبوا، وهي كانت هتقع في التلج وهو ضحى بحياته عشان ينقذها. وبعدها وقع في التلج. عشان كده رجل القمر اختاره يكون حارس على الأطفال عشان قلبه النقي ويستجمع قوته ويقدر يرجع العصاية من تاني. واتجه لأطفال جنية الأسنان عشان يساعدهم، بس للأسف كل الأطفال حوالين العالم فقدوا الإيمان بالحراس، ومبقاش غير واحد بس وهو لغاية دلوقتي لسه مؤمن بالحراس، وطلع جيمي. وجاك يروح له ويلاقيه بيتكلم الأرنب بتاعه ويقول له لو أنت حقيقي اعمل أي حاجة بس اثبت لي إنك موجود. وجاك حاول يساعده وظهر له أرنب عشان يفضل مؤمن بالحراس وما يختفوش للأبد. وجاك بيظهر لجيمي عشان هو آمن بيه، والحراس بيوصلوا بس يكونوا ضعاف جدا عشان ما بقاش في حد مؤمن بوجودهم. والأرنب كان أكتر واحد متأثر وتحول لأرنب كيوت فشخ، وقال لجاك أنت خنتنا، رجعت تاني ليه؟ رد عليه جيمي وقال له إن هو اللي خلاني أؤمن بوجودك. والبعبع جه وابتدى يطارد جيمي، بس جاك جات له فكرة إن يجمع باقي الأطفال عشان يهاجموا البعبع مرة واحدة. وابتدوا يتحركوا وبعدها وصلوا للأطفال وكلهم رجعوا يؤمنوا بالحراس من تاني. والبعبع راح يهاجم الحراس بس الأطفال هم اللي منعوه وواجهوا خوفهم من البعبع. وعشان الخوف دوت كان أصله أحلام جميلة رجعت تاني لطبيعتها، والأحلام اتجمعت في مكان واحد، وساندي رجع لحياته من تاني وضرب البعبع واغمى عليه، ورجع للأطفال أحلامهم الحلوة ويرجعوا يؤمنوا بالحراس من تاني. والجنيات الصغيرة تقدر تسترجع قوتها ويفكروا الأطفال بالذكريات الجميلة ويرجعوا يؤمنوا بالجنيات من تاني. وساندي يرجع الفرحة على الأرض من تاني. والبعبع بيفوق ويحاول يخوف الأطفال، بس بتكون كل الأطفال مش شايفاه ويختفي عن العالم. وبعدها بيحاول يهرب بس الحراس بيتوقفوا وبيقول لهم انتوا مش هتقدروا توقفوني للأبد، هرجع من تاني وهبقى أقوى. وسانتا رد عليه وقال له طول ما في طفل واحد بس مؤمن بينا احنا هنقدر نرجع أقوى من الأول وهنرجع من تاني. والخوف والكوابيس بيظهروا ويقول لهم هم جايين يساعدوني. وسانتا يقول له لا دول جايين يشلوحوه، وخدوه معاهم ونزلوا بيه تحت الأرض وأخيرا اتخلصوا من البعبع. وسانتا قال لجاك مستعد تبقى حارس بشكل رسمي، ومساعد بيقول له نلعبوا شكلك، وجاك بيوافق المرة دي. وسانتا بيقول له اقسم انك هتفضل بقلب نقي وهتحمي اطفال العالم وهتحمي احلامهم. وجاك بيقول له اقسم على كده. وسانتا بيقول له انت من دلوقتي حارس لاطفال العالم. وبعدها بيحتفلوا بانضمام حارس جديد ليهم. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الفيلم اعمل لايك عشان يدعمنا نستمر، واشترك في القناه وقول لي رايك في كومنت. سلام.